بيبدأ فيلمنا وبنشوف طفل نايم في السرير بتاعه وبيكون الجو هادي جدا، وفجأة الدولاب بتاعه بيتفتح وبيظهر وحش مرعب مرة واحدة وبيحاول يخوف الولد، لكن الوحش اللي بيخاف وبيكون ده درس عملي للوحوش، وبتقول له ان أسوأ غلطة عملها انه ساب الباب مفتوح لان ده ممكن يجيب طفل العالم المرعبين، وبيكون عندهم اعتقاد ان الاطفال مسممين وخطيرين جدا وانهم بيرعبوهم عشان ياخدوا الطاقة. وبيقول لهم صاحب الشركة استاذ عنكبوت انه محتاج وحوش قوية تخوف الاطفال زي شلبي زلوفان، وبيظهر شلبي وهو بيتمرن مع صديقه مارد على انه ازاي يخوف الاطفال، وبيظهر انه برع جدا، وبيظهر اعلان الشركه اللي هما بيشتغلوا فيها، وبيكون مارد مبسوط جدا انه ظهر في الاعلان على الرغم انه ما ظهرش بالكامل، وبيتمشوا هما الاتنين في المدينه عشان يروحوا الشركه، وبيظهر ان الكل بيحب شلبي جدا، وبتظهر بنت اسمها سالي وبتكون على علاقه مع مارد، وبيكون عازمها على مطعم النهارده عشان عيد ميلادها، وبيروحوا يغيروا لبسهم، لكن بيظهر لهم اندل اللي بيكون حربايه وعنده قوه تغيير اللون، وانه بيكره شلبي جدا عشان احسن منه في التخويف، وبيروح مارد يستلم ملفات الشغل من روز اللي بتقول له انه عليه تقارير شغل متاخره، لكن مارد بيطنشها وبيبدا الشغل، وبينزلوا الابواب اللي بيخشوا منها لعالم الاطفال، وبيظهر المخوفتيه وبيكونوا مرعبين جدا، وبيستعد كل واحد منهم علشان يدخل بابه، وبيكون شلبي متفوق عليهم كلهم في الدرجات، وبيظهر ان في واحد فشل انه يخوف بنت، وفي الحاله دي بيكسروا الباب نهائي في آلة المفرمه، وبيكون شلبي اتفوق على الكل وجاب رقم قياسي، وبيظهر وحش اسمه شكري عليه شراب طفل، فبيفعلوا حاله طوارئ جيم لان بالنسبه لهم اي حاجه تخص الاطفال هي خطر، وبتظهر قوه مكافحه الاطفال وبيفجروا الشراب وبيحلقوا لشكري شعره، وبيتكلم استاذ عنكبوت اللي بيكون رئيس الشركه مع شلبي، وبيعرفوا انه هيعمل كل حاجه عشان شركته تنجح، وانه عايز شلبي يدرب المخوفتين المبتدئين لان مستواهم بيكون كارثي، وبيخلص اليوم وبيكون مارد عايز يروح مع سالي المطعم علشان عيد ميلادها، لكن روز بتقول له انها عايزه التقارير، لكن بيكون مارد نساها على المكتب وبيكون متاخر على ميعاد المطعم، ولو ما راحش هيدوا الترابيزه لحد تاني، فشلبي بيقول له انه هيسلمها بنفسه، فبيقول له مارد عليها، وبيروح شلبي عشان يجيب التقارير، لكنه بيشوف باب لسه موجود ومفيش حد موجود خالص، وبتظهر طفله وبيكون شلبي مرعوب منها جدا وبيحاول يرجعها مكانها، وبيتكعبل في لعب الاطفال، فبيروح للحمام عشان يتخلص منها لكن مش بيعرف، فبيحطها في خزنه هدوم، لكن بتكون البنت على ظهره وبيكون خايف منها جدا، وبيحطها جوه شنطه وبيحاول يرجعها لبابها، لكن بيلاقي حد خارج فبيستخبى، وبيظهر انه اندل وانه يرجع الباب مكانه تاني، فبيروح شلبي المطعم عند مارد وبيحكي له على اللي حصل، وبيفهم مارد ان اندل بيغش وانه بيحاول يزود درجاته، وبتهرب الطفله منهم والكل بيشوفها وبيترعبوا منها، وبيتصلوا بقوات مكافحه الاطفال وبتحاصر المكان كله، والاخبار بتتكلم عن الموضوع، وبيكون شلبي ومارد خدوا الطفله البيت عندهم وبيكونوا خايفين منها جدا، وبيديها شلبي لعبه مارد علشان تسكت، لكن مارد بياخدها منها فبتعيط جدا البنت، فبيسبب مشكله في الطاقه في المبنى كله، فبيديها اللعبه تاني عشان تسكت، لكنه بيخاف منها فبتعيط تاني، فبيخاف مارد منها جدا وبيقع في سله الزباله، والبنت بتضحك، والغريب ان طاقه ضحكتها بتكون قويه جدا لدرجه ان المبنى كله بينور، والمصابيح بتنفجر من كميه الطاقه الناتجه عن ضحكها، وبتكون اقوى 10 مرات من طاقه بكائها، وبتسكت البنت، وبيظهر ان مارد وشلبي بيعاملوها كويس وبيفكروا هيعملوا ايه فيها، وبتظهر ان البنت رسمت شلبي هو وهي، وبتكون عايزه تنام فبيفرش لها على الارض علشان تنام عليها، لكن بتنام على سرير شلبي وبتكون خايفه من الدولاب، وبتوري له رسمه اندل، فبيفهم ان هو اللي كان بيخوفها، وبتقول له ما يسيبهاش، فبيحاول يقنعها ان مفيش وحوش في الدولاب، فبيجيب كرسي ويفضل معاها لحد ما بتنام، وبيكون شلبي حاسس انها طفله بريئه ومش مؤذيه خالص، ويقرروا يرجعوها مكانها عن طريق انهم يعملوا لبس تنكري ليها على شكل وحش ويدخلوا بيها الشركه فعلا، وبيقول له مارد انهم لو اتكشفوا هيتنفوا زي اللي فاتوا، لكن شلبي بيطمنه وبيدخلوا الشركه، لكن بتكون قوه مكافحه الاطفال موجوده لانهم لقوا شنطه المصنع موجوده في المطعم، وبتهرب البنت وبتروح عند استاذ عنكبوت، وبيقول له شلبي انها قريبته، وبيروح مارد يجيب كارت البنت وبيفضل شلبي معاها وبيلعب معاها، لكن بيظهر لهم اندل فجاه فبيستخبوا في الحمامات منه، بيفتح الحمامات لكن زميله بيقاطعه وبيقول له على موضوع الطفله ومش بيشوفهم، وبيروح شلبي ومارد يرجعوا الطفله، لكن شلبي بيقول لمارد ان ده مش باب بوه، وانه ده بيكون الاسم اللي سماه ليها، فده بيعصب مارد جدا، والبنت بتهرب منهم وبيدوروا عليها، لكن سالي بتقابل مارد وبتكون متضايقه بسبب اللي حصل لها امبارح، وانه سابها في المطعم وقوات مكافحه الاطفال خدتها، فبيسمعهم اندل وبيعرف ان هم اللي خدوا الطفله، وبيمسكوا اندل ويتفق معاه على انه يرجع له البنت وهو هيرجعها بيتها، وبنشوف فو وقعت في جردل الزباله وبتخرج منه، لكن شلبي مش بياخد باله منها وبيفتكر انها ماتت وتحولت لمكعب زباله، وبيكون حزين جدا، وبيشوفوا مارد وبيتاثر، لكن بعدين بيسمعوا صوتها وبيكون شلبي فرحان جدا انها بخير، وبيروحوا يلاقوا الباب فعلا موجود، ولكن شلبي بيقول انه ده فخ، وبيدخل مارد ياكد لهم ان الدنيا امان جوه، لكنه بيتخطف عن طريق اندل، وبيستخبى شلبي هو والطفله، وبيجري شلبي وراه، لكن فجاه بيختفي، وبتفتح بوبه بسري بالصدفه، بيكون اندل خاطف مارد جوه، لكن بينصدم لما بيلاقي ان البنت مش موجوده وان ده مارد، فبيجرب عليه المكنه، لكن شلبي بيشيل الفيشه وبينقذ مارد وبيهربوا، وبيقرر شلبي يحكي لاستاذ ابو عنكبوت على كل حاجه، لكن استاذ ابو عنكبوت بيكون مشغول، وبيقول لشلبي انه يعلم الاطفال التخويف، لكن بيقول له ان ده مش وقته، لكن بيقول له لازم يعلم الاطفال التخويف، وفعلا بيصرخ شلبي وبتترعب منه ابوه جدا، فبيزعل شلبي لانه ما كانش قصده يخوفها، وبيحكي مارد لابو عنكبوت على كل حاجه، وبيقول له انه هيرجع البنت لبيتها، وبيجيب باب، بس مارد بيقول له انه ده مش باب بوه، فبيقول له انا عارف ده بابكم انتوا، وبيطلع انه اتفق مع اندل على كل حاجه، ورمى شلبي ومارد في المنفى، وبيقول
وبيلوموا مارد على كل حاجه، وبيظهر لهم وحش اتنفى قبل كده وبيساعدهم وبياخدهم عنده، وبيكون شلبي حزين جدا فبيهون الوحش عليه وبيقول له على مزايا المكان، وفي وسط الكلام بيقول له ان في قريه قريبه، فبيفرح شلبي لان هناك ممكن يدخل اي دولاب ويروح لعالم الوحوش تاني، لكن مارد بيكون رافض وبيقول له انه هيفضل هنا وانهم ما بقوش صحاب، وبيجهز شلبي نفسه وبيمشي عشان يروح القريه وبيسيب مارد، وبيوصل شلبي وبيقدر يروح لعالم الوحوش تاني، وبيروح عشان ينقذ بوه وبيكسر الماكينه وبيهجم عليه اندل وبيكون مختفي وبيخنقه، لكن مارد بيوصل وبيساعده وبيروحوا عشان يرجعوا بوه، وبيشرح لسالي على كل حاجه وبيساعدهم سالي، وبتعطل اندل عن طريق ان الناس بتتجمع حواليه، وبياخد شلبي الطفله وبيروحوا لمصنع الابواب كله، وبيحاول اندل يوقفهم لكنهم بيفضلوا يدخلوا في ابواب كتير عن طريق طاقه ضحك بوه، وبتستمر بينهم المطارده، لكن اندل بيقدر يخطف منهم بوه لكنها بتبقى ما عادتش بتخاف منه وضربته، وبيقدر شلبي يحبس اندل في باب وبيقفله وبيكسر الباب، وكده اندل اتحبس في العالم ده، وبيحاولوا يرجعوا بوه لكن الكهرباء بتفصل ومش بيقدر مارد يضحكها، وبتصحلك الابواب وبيظهر ان ابو عنكبوت لبسهم في التهمه لكنهم بيخدعوهم، وبيهرب شلبي بالطفله وابو عنكبوت بيجري وراه، لكن شلبي بيقفل الباب وبيدخل بوه بابها، لكن ابو عنكبوت بيدخل وراه وبيقول له ما ينفعش لازم نتخلص منها، وبيعترف بكل حاجه وان هو اللي خطف الطفله، وبتكون كل حاجه متصوره وانها خدعه عملوها، وبيظهر مارد وقوه مكافحه الاطفال وبيقبضوا على ابو عنكبوت، وبتظهر الرئيسه بتاعت قوه مكافحه الاطفال وبتكون هي نفسها روز، وبيقول لها شلبي انه عايز يرجع ابوه بس بيتها، وبتقول له تمام بس هما يكسروا الباب بعدها، وده معناه انه مش هيشوفها تاني خالص، وبيرجعها شلبي وبيودعها وبيكون حزين جدا انه سابها، وبينكسر الباب وشلبي بيحتفظ باخر قطعه من الباب معاه كذكرى، والشركه بتنقفل وازمه الطاقه بتزيد والكل بينطرد من شغله، بس بعدها بيفتكروا ان الضحك طاقته اقوى من 10 مرات، وبتشتغل الشركه تاني لكن على انهم يضحكوا الاطفال مش يخوفوهم، وبيطلعوا الطاقه اعلى، وبيكون شلبي هو رئيس الشركه، ولكن بيكون شلبي لسه حزين لانه بيفتقد بوه، ومارد بيقول له انه عنده ليه مفاجاه، والمفاجاه بتكون انه لزق باب بوه كامل ورجعه تاني وناقص خشبه واحده بس اللي هي بتكون مع شلبي، وبيحطها شلبي والباب بينور وبيدخل وبيلاقي بوه بتنادى عليه، وبتكون فرحانه انها شافته، وبينتهي فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان تتابع معانا كل جديد. سلام.